شهد المركز السجني بمدينة سبتة المحتلة في مطلع الأسبوع الجار حدثاً غير مسبوق تمثل في تنظيم أول عقد زواج إسلامي داخل المؤسسة. وقد اعتبر هذا الحدث خطوة لافتة تعكس تطوراً في التنسيق بين الجهات الدينية والإدارية بهدف ضمان الحقوق الأساسية للنزلاء بما فيها الحق في تكوين أسرة. وأفادت معطيات متطابقة أن مراسم الزواج جرت يوم الاثنين داخل سجن منديثابال بحضور الزوجين وعدد من أفراد عائلتيهما إضافة إلى شهود. كما أشرف ممثلون عن الهيئات الدينية الإسلامية بالمدينة على توثيق العقد وفق الضوابط الشرعية المعتمدة. شهد المركز السجني بمدينة سبتة المحتلة في مطلع الأسبوع الجار حدثاً غير مسبوق تمثل في تنظيم أول عقد زواج إسلامي داخل المؤسسة. وقد اعتبر هذا الحدث خطوة لافتة تعكس تطوراً في التنسيق بين الجهات الدينية والإدارية بهدف ضمان الحقوق الأساسية للنزلاء بما فيها الحق في تكوين أسرة. وأفادت معطيات متطابقة أن مراسم الزواج جرت يوم الاثنين داخل سجن منديثابال بحضور الزوجين وعدد من أفراد عائلتيهما إضافة إلى شهود. كما أشرف ممثلون عن الهيئات الدينية الإسلامية بالمدينة على توثيق العقد وفق الضوابط الشرعية المعتمدة. شهد المركز السجني بمدينة سبتة المحتلة في مطلع الأسبوع الجار حدثاً غير مسبوق تمثل في تنظيم أول عقد زواج إسلامي داخل المؤسسة. وقد اعتبر هذا الحدث خطوة لافتة تعكس تطوراً في التنسيق بين الجهات الدينية والإدارية بهدف ضمان الحقوق الأساسية للنزلاء بما فيها الحق في تكوين أسرة. وأفادت معطيات متطابقة أن مراسم الزواج جرت يوم الاثنين داخل سجن منديثابال بحضور الزوجين وعدد من أفراد عائلتيهما إضافة إلى شهود. كما أشرف ممثلون عن الهيئات الدينية الإسلامية بالمدينة على توثيق العقد وفق الضوابط الشرعية المعتمدة. وعلى الرغم من الطابع غير التقليدي للمكان، فقد اتسمت المراسم بأجواء إنسانية مؤثرة، حيث طغت مشاعر الفرح والرهبة في آن واحد على الحاضرين، خاصة في ظل خصوصية وضع أحد الزوجين كنهنزيلا داخل المؤسسة السجنية. من الناحية القانونية، تم استيفاء جميع الشروط اللازمة لإتمام الزواج، إذ حصل الطرفان على شهادة الأهلية من السجل المدني، واستكملت إجراءات التوثيق الرسمي، ما يضمن تسجيل العقد بشكل قانوني لدى الجهات المختصة. وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو تعزيز البعد الإنساني داخل المؤسسات السجنية من خلال احترام الحقوق الفردية للنزلاء وفتح المجال أمامهم لممارسة حياتهم الاجتماعية في إطار قانوني وإنساني يحفظ كرامتهم. وعلى الرغم من الطابع غير التقليدي للمكان، فقد اتسمت المراسم بأجواء إنسانية مؤثرة، حيث طغت مشاعر الفرح والرهبة في آن واحد على الحاضرين، خاصة في ظل خصوصية وضع أحد الزوجين كنهنزيلا داخل المؤسسة السجنية. من الناحية القانونية، تم استيفاء جميع الشروط اللازمة لإتمام الزواج، إذ حصل الطرفان على شهادة الأهلية من السجل المدني، واستكملت إجراءات التوثيق الرسمي، ما يضمن تسجيل العقد بشكل قانوني لدى الجهات المختصة. وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو تعزيز البعد الإنساني داخل المؤسسات السجنية من خلال احترام الحقوق الفردية للنزلاء وفتح المجال أمامهم لممارسة حياتهم الاجتماعية في إطار قانوني وإنساني يحفظ كرامتهم. وعلى الرغم من الطابع غير التقليدي للمكان، فقد اتسمت المراسم بأجواء إنسانية مؤثرة، حيث طغت مشاعر الفرح والرهبة في آن واحد على الحاضرين، خاصة في ظل خصوصية وضع أحد الزوجين كنهنزيلا داخل المؤسسة السجنية. من الناحية القانونية، تم استيفاء جميع الشروط اللازمة لإتمام الزواج، إذ حصل الطرفان على شهادة الأهلية من السجل المدني، واستكملت إجراءات التوثيق الرسمي، ما يضمن تسجيل العقد بشكل قانوني لدى الجهات المختصة. وتعكس هذه المبادرة توجهاً نحو تعزيز البعد الإنساني داخل المؤسسات السجنية من خلال احترام الحقوق الفردية للنزلاء
وفتح المجال أمامهم لممارسة حياتهم الاجتماعية في إطار قانوني وإنساني يحفظ كرامتهم.